السلام عليكم خوتي المغاربه اللي داخل الوطن وخارج الوطن. مرحبا بكم الخوت في القناه ديال امي ناجيه. امي ناجيه بخير؟ امي ناجيه شويه بعدا كي وليتي شي شويه بعدا؟ شويه صافي شويه. والله يشافي امي ناجيه. لا اله الا الله. اذا اخوتي غنشاركوا معكم الفيديو ديال امي ناجيه. امي ناجيه كما كتعرفوا مسكينه راه عيانه هاد الايامات هادي من بعد الفراق ديال فاطمه، وراه متبعه. عاودي لهم امي ناجيه باش المتتبعين ديالك يعرفوا الوضعيه، وعاد ديك الساعه نكملوا لهم. الطب الاول نديرو تا هو. عاودي كلشي. عاودي هذاك الشيء اللي دوزتي فاش مشيتي عند الطبيب ديال هاد الطبيب ديال النبوله، وداك الشيء عاودي لهم القصه ديالك باش يعرفوا. كما قلت لكم الخوت، امي ناجيه مسكينه راه عيانه ومشات عند واحد الطبيب ديال الامراض البوليه، وعيانه مسكينه، وكنتمناو تدعوا معاها بالشفاء العاجل. واش نقول لكم، وراه طلبوا لها واحد السكانير راه تقريبا كيدير 34,000 ريال. والله الا راه بالرغيب وبالمزاوقه مشيت معاها اليوم لواحد المصحه خاصه وطلبوا لنا 34,000 ريال. عاودي لهم امي ناجيه باش يعرفوا الاوضاع. انا كنت تبعت واحد الطبيب هو هذا الاول، هذا راه دوزت عنده 10,000 ريال. قال لي واحد تيو و6000 ديال باش دوز لي التلفازه. قال لي عندك مصران نزير لك النبوله، وعطاني الدواء وليت لعندو، عطاني الكونترول. قال لي مضرك باقه، قال لي خصك تفتحي. وغنشدو على فتحنيش انا، خصني نعرف شنو. مشيت لطبيب اخر، مشيت لهذا الطبيب اللي شفتو قبيله الدكتور حليم. لا عند بلاتي. مشيت لهذا، هذا هو عطاني الرانديفو، ما نمشيش عنده. ها هو الطبيب ديال الدوله محمد الخامس. الطبيب محمد هذا عاوتاني عطاني غير الدواء وقال لي الكونترول. فاش وليت لعندو عطاني 3 شهور. ها هي الطبيب ديال الدوله باش يفهموا الناس. ماشي الفلوس ديال الدوله. عطاني هذه دابا كنكملها وما نوليش عنده، ما دار لي والو الدواء. هذا الرانديفو من موراها امي ناجيه مشيتي عند الطبيب اختصاصي. من مورا مشيت عند هذا ديال الامراض البوليه. اختصاصي هذا مشيت لعنده عاوتاني. هذا الخوت الدكتور يوسف حليم، راه في حمريه خوتي، دكتور ديال اخصائي في امراض وجراحه الكلي والمسالك البوليه والاعضاء التناسليه. هي هذيك امي ناجيه. فاش مشيتي عنده شنو قال لك؟ مشيت عنده دوز لي ب 6000 ريال. المره الاولى قال لي الكلوه عندك منفوخه، وفاش وليت عنده الكنترول قال لي عندك الحجره. هو اللي عطاني هذا الشيء باش غنديرو. عطاك دوك الوثائق وداك الشيء. هذه هي باش ديري اللي قلتي لي، باش ديري سكانير. وداك السكانير فيه على جوج. سكانير واحد فيه جوج، فيه الابره وفيه بلا ابره، وفيه واحد الدواء. هذاك الدواء غادي يعاوننا، داك واحد السيد تما ولا غادي يعاوننا بالدواء. والتحاليل، هاد التحاليل اللي درت اليوم درتها ب 600. اذا الخوت كما قالت لكم امي ناجيه دابا راه مشات عند خوتي الطبيب ديال هاد الامراض البوليه والمسالك البوليه، وقال لها الطبيب، قال لها راه عندك واحد الحجره قلتي في الكلوه. في الكلوه وضروري خصك ديري سكانير. وكما قلت لكم اخوتي، وقال لها ضروري خصك ديري السكانير. امي ناجيه راكم كتعرفوا اخوتي الوضعيه ديالها. امي ناجيه مسكينه راه ما عندهاش، وراه غادي نحط لكم عاوتاني الحساب ديالها، واللي بغى اخوتي يتصل بها ولا هذا. امي ناجيه مسكينه راه في امس المساعده. راه اليوم اخوتي مشيت معاه لواحد المصحه خاصه، مصحه العلاوي، والله الا بالرغيب وبالمزاوقه. قال لك يخليو لهذاك السكانير ب 34,000 ريال، وقال لك الدواء هما اللي غادي يتكلفوا به. راه شنقول لكم اخوتي، كنتمناو حنايا تعاونوا مع امي ناجيه، ولو بالبارطاج ولو باللايكات. صيفطوا للناس اللي كتعرفوا، لان مسكينه امي ناجيه راه الحاله راكم شفتوا. هي داك الشيء اللي دوزات مع بنتها، راه اخوتي راه داك الشيء راه ما ساهلش. دابا كما قلت لكم اخوتي، مشينا اليوم ومشينا هاد المصحه العلوي، وقالوا لنا راه السكانر تقريبا تيدير شي 40,000 ريال او اكثر، ولكن غادي نخليوه لكم ب 34,000 ريال. وخرجوا واحد التحاليل اللي دارتها امي ناجيه. ها هي كما سميتو اللي كانت دارتها، هذه كانت دارتها ب 30 درهم رخيصه. وداروا معنا ان شاء الله نهار الاثنين. دابا حنا اخوتي درنا هذا الفيديو على حساب امي ناجيه. الله وعسى ربما شي واحد اخوتي اللي في القلب ديالو الرحمه
يحاول يساعد هاد المراه مسكينه، لان تمارا اللي ضربات امي ناجيه واعوام مع بنتها مسكينه، وقصاص مع بنتها مسكينه، حتى بنتها مسكينه هي مشات عند الله، ودابا راه مسكينه بغات دوز الحاله ديالها. دابا امي ناجيه عاودي لهم دابا انت باش كتحسي كيجيك الحريق، انا كيجيني الحريق نهار اللي خرج ليا هاد الدواء هذا. هذه في الليل، حبه وحده في الليل. هذه خرج لك الدكتور الاختصاصي؟ اختصاصي ديال الفلوس، هذا حليب. وهذه ما خرجها ليش، شريتها لراسي فاش شربت الدواء. عطاني هذه وعطاني واحد الكينه اخرى، والكينه الاخرى درت لي الكرش ودرت لي الردان. قال لي هذيك اللي صعيبه. قلت له راه ما خرجتليش الكينه. قال لي وجيبي لي الخاوي. ملي ديت له الخاوي لا غد ليه عمرها لا دخلها ليا، دخل ليا باكيه وزادني باكيه. عاد دفعت الدوسي ديال الدواء ديالي، عاد دفعته البارح، دفعته نهار الاربعاء. والله يشافيك امي ناجيه. وصافي تدويزه ب 6000 والدواء ب 6000 و1000 ريال، كيرد لي منها فرماسيان 400 ودرهم. يعني تقريبا يعني تقريبا ما خسرتي ما بين 12000 13000 ريال بحال هكايا. 1000 ريال رد لي منها 400. اذا اخوتي كتشوفوا كما كتشوفوا اخوتي اللي عط الله، راه شنقول لكم والله الا هي مسكينه راه قالتها لي البارح، غوتات ليا قالت لي بدر الله يسهل عليك لما تمشي معايا اليوم. ومشيت معايا اليوم في الصباح ومشينا للمصحه وكنرغبوا وكنزاوقوا. الله يسهل عليكم لما هاد السيده مسكينه راه ما عندهاش والوضعيه، والله الا طلبوا لها السكانير كما قلت لكم 34000 ريال، والمصاريف ديال هذاك الشيء ديال الدواء قال لكم هما اللي غادي يتعاونوا معنا في الدواء. وعاد عاوتاني امي ناجيه هذا الشيء هذا كامل غيصيفط التقرير للمصحه ديالها، هو غتصيفط التقرير لهذا الطبيب هذا عاد باش غيعرفوا النتيجه. ونتمنى من الله تكون الامور مزيانه، ويكون يكون ان شاء الله الشفاء العاجل غير بالدواء، ما تكونش شي حاجه اللي هي كبيره ولا اللي صعيبه بزاف. وكما قلت لكم اخوتي، ونتمنوا من الله ان شاء الله يكون غير الخير والله يسهل عليكم. حنا اخوتي درنا لكم هذا الفيديو وقصدناكم، والمقصود الله سبحانه وتعالى. الله يسهل عليكم، كنتمنى الله يسهل عليكم لما بارطاجيو هذا الفيديو، واللي يقدر يساعد هذه السيده هذه يجي ويشوف الحاله ديالها مسكينه، راه سنين وهي معذبه، وهي مسكينه هاد الايام صرا الحاله ديالها راه حاله الله، راه مريضه. ولا كتقول لي يا ولدي بدر راه كيشتني واحد الحريق، راه كيشتني واحد راه ما نقولكش تيشتني واحد الحريق اللي هو صعيب، واحد الحريق اللي لا اله الا الله محمد رسول الله. كنتمنى اخوتي الله يسهل عليكم باش ما نطولش عليكم. راه الحساب ديال امي ناجيه راه غادي نحاول نبارطاجيه لكم عندها في المنتدى، والرقم خلاص راكم كتعرفوه هو 006 12 55 41 69. الرقم ديال امي ناجيه هو 06 12 55 41 69. وكنتمنى والله يسهل عليكم لما فرحوا هاد السيده مسكينه. راكم شتو اخوتي راه كيدخلوا مع الاسف الناس غير هاد التخربيق. علاش هاد المراه هاد المراه راه مكافحه، هاد المراه دوزات مسكينه معاناه، وهي مسكينه دابا مريضه ما لقاتش. والله العظيم الا هاد 34 دابا الا كتخمم لها 1000 تخميمه وتخميمه كيفاش غنديروا، مريضه مسكينه ومحتاجه باش دير هاد السكانير هذا. الله يسهل عليكم اخوتي، وراكم عارفين خوكم بدر راه كيقول لكم اللي عط الله، وهذه راه جارتنا وحنايا راه كنوقفوا معها لله في سبيل الله. حنا راه كنعرفوها، راه حنا كبرنا قدامها. امي ناجيه راه كتعرف اللي كاين، وحنايا راه كتبقى فينا مسكينه هاد السيده هذه، وهذا هو اللي كاين. وشنو تقولي لهم امي ناجيه؟ هاد السكانر اللي عطاني الطبيب قال لي ضروري ديريه وتجيبيه ليا باش نشوف شنو عندك الحجره فين واصله، واش الا عتهبط تهبط، لا ما تهبطش ديري ديك سميتها الليزر. سميتها الليزر هذا اللي كيديروا واش عمليه ولا كيديروا داك الليزر صعيب شي شويه ولا تيو ولا ما نعرف. صافي قال لي ضرب لي الضو، انا ما عارفاش انا هاد الحجره هادي منين جاتني. كتجي قالك غير من هادشي ديال اتاي وقهوه وديسير والماء. دابا ديك الحجره نوبه كتسكني النبوله بحال كضربني الضو. كيشدني من هنا قال ندير كلوه منفوخه. وهاد الايامات درت كندير يدي هكا كنلقى شويه بعدا ما منفوخه، جا يقدر عاوتاني يدوز لي يقول لي راه عندك الكلوه راه تفشات لك. دابا امي ناجيه كتعطيك الحريق في الليل مره في الليل ولي المره الاولى ما كنتش كنعس كاع. دابا شي شويه كاين شويه تحسن شويه
كنشرب واحد العشوب، هذيك هراس الحجر، اه هي عندي راه كنشربها، عرفت فين درت القرعه. صافي ماشي كنشربها، مشكل. نشربها غير في الصباح، وتنشرب القزبور والمعدنوس والكرافس والشعير. شربيه على الخوا. والطبيب قال لك خصك تبقاي تنقزي وانا ما قال لك زعما تبقاي تمشي شويه. قال لي مشي المشي تمشي، ولكن تنقزي وانا ما نقدرش نقزها متفوته. اذا اخوتي كما كتشوفوا اخوتي اللي عط الله راكم كتشوفوه قدامكم، حاولوا الله يسهل عليكم. راكم كتعرفوا امي ناجيه وكتعرفوا الوضعيه اللي دوزات، ومسكينه دابا راه في واحد الحاله نتوما كتشوفوا. راه الغالب الله، وراه راكم عارفين هادشي ديال عندنا هنايا في المغرب. راه الا مرتي راه صافي، راه الا ما كانتش عندك الفلوس راه تما غادي تبقى. المهم اخوتي ديروا المجهودات ديالكم، الله يسهل عليكم. كما قلت لكم قصدناكم والمقصود الله سبحانه وتعالى. وقفوا مع امي ناجيه، لا ماديا ولا معنويا ولا بالبارطاج. وما غاديش نطولوا عليكم اخوتي، والسلام عليكم. وان شاء الله يجعل ربي تعالى في هذه الجمعه هذه تدخلها عليكم بالخير وبالتيسير. والسلام عليكم ورحمه الله.